في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيفاش تولي شاب واعي وتدوز فترة المراهقة بأقل الأضرار. ولكن قبل ما نبداو بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديو اللي فات. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم واللايكات، كانوا حافز كبير باش نوضوا لقد فيديو جديد. وكنتمنى الا عجبك حتى هذا الفيديو دير لايك، ما تخسر والو الا درتيها. وبلا ما نطول عليكم اكثر من هكا ليتس جو نبداو في الفيديو. بما انك دخلتي لهذا الفيديو فراه تكون دوزتي مرحله الطفوله، ودابا انت في مرحله المراهقه. في مرحله الطفوله عقلك كان كيكتشف العالم عن طريق الالم الجسدي. مثلا فاش كنتي صغير كنتي كتحط يديك على شي حاجه سخونه كتحرق، وبهاكا مره اخرى ما كتعاودش تحط يديك على نفس الحاجه. اوكي، نفس الحاجه بمرحله المراهقه، غير هو في هذه المرحله عقلك كيتعلم عن طريق الالم النفسي. في هذه المرحله غادي تجمع لك جميع المشاعر اللي كتعرف، الحمى، الاعصاب، الاكتئاب وبزاف. وهذا الشيء راه طبيعي وضروري في هذه المرحله. ودابا غنشوفوا بعض النصائح اللي غتخليك تكون شاب واعي وتدوز هذه المرحله باقل الاضرار. قبل 1000 عام كان النجاح في الحياه هو تكون عندك ارض فلاحيه وتربي دجاج وانت لاباس عليك. قبل 100 عام باش دير الفلوس خاصك تصنع شي حاجه وتبيعها. وقبل 50 عام باش دير فلوس وتنجح في الحياة خاصك تقرا تاخد دبلوم وتخدم عند الدولة. ولكن دابا الوقت تبدلات، تقرا وتاخد دبلوم ما بقات عنده حتى شي قيمة. دابا ولا طرق جداد، كيف ما حتى في المستقبل غيوليو طرق اخرين لتحقيق النجاح في الحياة. اذا شنو نديرو؟ خاصنا نفكروا بطرق جديدة ومبتكرة. حاول تكون مبتكر ومواكب للتطورات. الفهم ديالك للتطورات اللي كطرا غادي يساعدك باش تبني مستقبلك بطريقة افضل. هذه كانت النصيحة الأولى. والنصيحة الثانية في الفيديو هي أنك ما تبقاش تقارن راسك بالتواني. إذا كنتي كتعاني من الناحية المادية، سواء كنتي من عائلة فقيرة أو متوسطة، راه هذه الوضعية يمكن تكون عندك ميزة. كيفاش؟ الفقر أو الصعوبات المالية ماشي عيب، بالعكس هما اللي غادي يربيو فيك الجوع ديال النجاح والطموح. الفقر كيخليك تشوف النجاح كهدف كبير، كتحس به كأكسجين غادي يعاونك تعيش. الناس اللي كيلقاو كل حاجة سهلة قدامه 90% منهم ما كيحققوش شي نجاح كبير في الحياة ديالهم، حيتاش ما عندهمش نفس الجوع اللي عندك. والنصيحة الثالثة، شوف راه خاصك تعرف بأن الأخطاء ضروري في الحياة، وعرف بأن الفشل أول خطوة في طريق النجاح. والأخطاء شي حاجة اللي غادي تنفعك أكثر ما غادي تضرك. وفاش تعرف بأن الأخطاء شي حاجة اللي عادية، غادي يمكن لك تتعامل مع الفشل بطريقة أفضل. والنصيحة الرابعة في الفيديو، إلا بغيتي تكون واحد من الناجحين في هذه الحياة فراه خاصك ما تبقاش ديما تقلب على السهل وعلى طريق السهلة. ما تبقاش تابع القطيع ودير نفس الشيء اللي كلشي كيديرو. ما كايناش شي حاجة اللي كبيرة كتجيب السهل. والنصيحة الخامسة وهذه خاصك ترد ليها البال، وهي أنه خاصك تعرف تختار الأصدقاء ديالك. في هذه الفترة بالضبط الأصدقاء عندهم تأثير كبير عليك. إلا كنتي كدوي مع الناس ما مزيانينش راه غير مسألة وقت وغادي يطيحوك للنيفو ديالهم. وشوف إلا ما كنتيش غتصاحب مع ناس غيزيدوا بك للقدام فراه تبقى بوحدك غيكون أحسن. سير مع الناس اللي كيعطيوك طاقة إيجابية، كيشجعوك توصل واللي عندهم نفس الأهداف والطموحات. فهكذا غادي تلقى راسك كتكبر وتحقق النجاح اللي كتستحق. راه المثل كيقول قل لمن تصاحب أخبرك بمن تكون. والنصيحة السادسة، وهذه ماشي نصيحة، هذه راه واجب عليك خاصك ديرها، هي أنك تحترم والديك. حيث في مرحلة المراهقة أكيد غتكون كتواجه بعض المشاكل مع الوالدين وهذا شيء طبيعي. ولكن مهما كانت الخلافات اللي كاينه بيناتكم غيكونوا ديما باغيين لك غير الخير وما غاديش يضروك. حاول تسمع لهم، حيت في النهايه هما اللي غادي يبقاو معاك في الاوقات الصعيبه. وحتى ملي ما تلقى حتى واحد غادي تلقاهم هما اللي باغيين لك الخير اكثر من اي شخص اخر. وهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي تكلمنا فيه على كيفاش تحدد العقليه ديالك باش تواكب التطورات ديال الوقت، وانه ما تحتاج تكون غني باش تنجح في الحياه، وأن الفشل هو الطريق الأول أو الخطوة الأولى للنجاح، وأنه ما تختارش الطريق السهل بل اختار الصحيحة واخا تكون صعيبة. وتعرفنا على أهمية اختيار الأصدقاء، وهذه الأشياء هي اللي غادي تخليك تبني شخصية قوية وتكون شاب واعي. ودابا بغيتكم توقفوا دقيقة وتفكروا في حياتكم، شنو هي الحاجة اللي غيخصكم تبدلوها اليوم باش تحققوا الأحلام ديالكم في المستقبل. وما تنساوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة. واي سؤال ولا فكرة بغيتو نناقشوها في الفيديوهات الجاية خليوها لينا في الكومنتيرات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.